بحب التحفيل حتى لو عليا. مصر والدول المتقدمة باتت ليلة أمس تحفل على العبد لله، لأنه كان حزينا حزينا على نادي الزمالك، وكان قلبي يحدثني شرا طول الوقت، وقلبي ما كانش مطمن، وضاعت الكونفدرالية. إنما دائما قبل ما تنام وتصحى الصبح كده تلقى ابتسامة حلوة. مواطن أهلاوي عمل فيديو عبقري عبقري. ايه القدرة على الابتكار دي؟ ايه استخدام الاي اي ده؟ ايه الفن الحلو، رغم انه كله مسخرة من العبد لله، كله تريقة على العبد لله، كله العبد لله. حتى الناس كلها قالوا له يا فكري انت سايب عمرو اديب؟ قال لهم ابدا. يا فكري ما تروح تشوف عمرو اديب؟ قال لهم حالا. قالوا له يا فكري ورينا هتعمل ايه في عمرو اديب. ففكري لم ينم ليله كامله وعمل فيديو عن احزان عمرو اديب، مبتكر عبقري لا يمكن تصدقه. يعني لما اتفرجت ناس كتير قالوا لي انت عملت كده؟ انت خرجت فعلا في الشارع؟ انت وقفت عيطت وسط الناس؟ ما حرقش ايه، الناس كلها شافته. نتفرج ونرجع تاني. محمد الماتش راح، الماتش راح. راح الماتش، الماتش راح، الماتش راح، راح الماتش، الماتش راح، الماتش راح. ضاع الماتش على ارضنا، الماتش راح. الماتش راح، الماتش راح، راح الماتش. ما خلصتش الحدوته طبعا، لسه يوم الاربع. يا فكري ده انت ابو الافكار والله. هو اسمه مسمينه فكري ابو الافكار. حلو، يعني هو مش على الحوافريت، مش عني. اتعمل ازاي ما اعرفش. انا نفسي ما صدقتش، قلت هو انا عملت كده؟ اصل احنا ما عندنا الباب ما بيفتحش على الشارع، الباب بيفتح لسه جوه كده. بص بص بص، المواطن اللي طالع على الشارع على طول فتح الباب لقى نفسه الشارع. عمري ما لبست جزمه برباط، معلش عادي، بس هو نفس القميص، نفس الجرافته، نفس الجاكيته وسط المواطنين. طب المواطنين دول وقفوا اتفرجوا عليها ازاي؟ انا مشيت وسط الناس دول ازاي؟ والستات اللي واقفه يا ام ابراهيم الحقيقه عمرو اديب اتجنن، دول جم منين؟ والمواطنين اللي لابسين عادل امام. اتفضل، مين دول؟ من اين اتوا اخواني الغلبانين اليائسين المساكين الخسرانين؟ نفس الساعه
حاجه غريبه جدا. عملها ازاي فكر موده؟ مش عارف. مصر عقل، مصر عقل، ابتكار، فن. والله كنت سعيد وانا بتفرج الى نادي الزمالك. ولا يهمك يا اولاد، انا فداكو. عمرو اديب فداكو، ولا يهمك. ضايقني يا ابني، حط صباعك في قلبي، ولا يهمك. مهم يوم الاربع اشوفك وانت بتكسب سيراميكا. انا قايل لك من الاول، انا مش بتاع كونفدراليه، انا بتاع سيراميكا، انا بتاع الدوريه. ان شاء الله يوم الاربع تجيبوا النصر هديه لمصر، ان شاء الله خير. ولا تزعلوا ولا يهمك. ومعلش يا شحاته، ما هو برضو المدرب كان لازم يفهم ان انت عندك ظروف، لازم يفهم انه في لعيب يقدر يركز ولعيب ما يركزش. ولكن ان شاء الله يوم الاربع تصالحونا، والحمد لله انها اجازه. وهي الدنيا ايه؟ يوم تخسر ويوم تخسر. ان شاء الله يوم الاربع ربك كريم، وقلبي المره دي مطمن ان ربنا هيكرمنا في سيراميكا. عايزين نقطه يا جدعان، نقطوا نقطه يا جدعان. طيب، قبل ما اسيب حضراتكم مع الفقره الهامه اللي عندنا النهارده في الحلقه، سياده المستشار تركي آل الشيخ الايام القادمه عامل لمصر هديتين حلوين جدا، هديتين ضخمين مفيدين جدا للاجواء الفنيه والرياضيه في مصر. واحد، مباراه عالميه على سفح الهرم، ريكو واوزك. اوزك وريكو وصلوا اليومين اللي فاتوا الى مصر، وراحوا اتصوروا قدام الهرم، المكان اللي بيتبني فيه حلبة الملاكمة اللي هتبقى موجودة يوم السبت القادم، ليشاهد العالم بطل الألعاب القتالية قدام الملاكم الأول في العالم يلعبون أمام الهرم وعند سفح الهرم، وإنه العالم كله يرى العظمة الرياضية أمام العظمة التاريخية. هذه هي الهدية، إنه هذا المشهد العظيم اللي حضراتكم شايفينه، اللي وكالات الانباء كلها بتتابع الابطال من وقت ما جم مصر بيعملوا ايه وبيروحوا فين. وادي ده اوزك اهو، وقد وصل الجبار الدبابه القوي العظيم، واقف اهو وقال اهلا وسهلا يا مصر. العالم كله بيتابع هؤلاء الابطال العالميين. فهذه الهدية إن شاء الله يوم السبت، وفي ظرف أيام أيضا الهدية